أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في لقاء يتجدد من برنامجنا وبرنامجكم بنحب مصر. احنا موجودين معاكم النهارده من داخل إحدى القلاع المشيدة في صناعة وتطوير منظومة العدادات الذكية، وهي إحدى القلاع المصرية بأيادي مصرية. احنا النهارده موجودين معاكم من داخل إحدى المصانع الوطنية مع المهندس جمال ميلاد، مدير عام مصنع أسكرا إيميكو مصر، وبرحب بحضرتك معايا يا فندم. يا اهلا وسهلا. انا اللي برحب استاذ محمد والفضائيه المصريه وكلنا بنحب مصر. فندم تسلم. لو خدنا نبذة وعرفنا المشاهد بالمهندس جمال ميلاد. انا اسمي جمال ميلاد، خرجت من جامعه القاهره كليه الهندسه، قسم الالكترونيات والاتصالات الكهربائيه. تقريبا انا عمر خبرتي 30 سنه في مجال الصناعه والالكترونيات والاتصالات. تقريبا بالظبط كده. حصلت على اكتر من شهاده علميه في مجال التصنيع والتطوير. اخر حاجه انا معايا ماستر بلاك بيلت في عمليات البروبلم سولفينج، المشكله وحلها. والحمد لله بقى لي 15 سنه انضميت لمجموعه، في الاول خلينا انضميت لمجموعه السويدي الكتريك، لان شركه اسكرا ايموكو لقياس الطاقه هي احدى مجموعه شركات السويدي الكتريك. إنتاج إسكرا إيميكو مصر 4 ملايين عداد ذكي سنويا، ماذا يعني لفرع الشركة الذي تأسس منذ 15 عام؟ الحقيقه خلينا ابتدي اقول ان من 15 عام شركه السويدي الكتريك استحوذت على شركه اسكرا ايموكو لقياس الطاقه على مستوى العالم، وهي اصلا في الاصل شركه اوروبيه. وبمجرد ما تم الاستحواذ تم انشاء هذا المصنع، وانا كنت موجود فيه من البدايه. بطاقه انتاجيه 5 مليون عداد في السنه. طبعا ايامها ابتدينا نحول العدادات الميكانيكيه لعدادات السمارت، او بنقول العدادات الذكيه، بطاقه انتاجيه فعلا 5 مليون عداد في السنه. فعلا هو الشركه عمرها اصلا 75 عام. انا بتكلم على الشركه العالميه، واصبحت مصريه منذ 100% 15 عام. من 15 عام باستحواذ مجموعه السويدي الكتريك عليها. مهندس جمال، كيف ترى إنتاج الشركة حوالي 25 إلى 30 مليون عداد ذكي على مستوى العالم؟ في الحقيقه اتجاهات الشركه اتجاهات قويه يعني وعنيفه، بتوجيهات المهندس احمد السويدي فيها، باتجاه الكبير لعمليات التصدير بالذات. واحنا الحمد لله بنصدر في الست سنوات الاخيره ما بين 70 و80% من جميع منتجاتنا لاوروبا وافريقيا. ده بعد الاكتفاء الذاتي؟ طبعا بعد الاكتفاء الذاتي. ما احنا بنقول بقى من 70 ل 80، يعني احنا السوق المحلي في حدود 30%، وغالبا بيبقوا في حدود مليون عداد في السنه، وبنتجه للتصدير بقوه. وطبعا دي بناء على حتى توجيهات السيد الرئيس في موضوع التصدير. فاحنا الحمد لله معانا الشهادات اللي تدينا لتؤهل امكانيه المجموع التصدير بالظبط. في اوروبا وافريقيا، وهي شهادات عنيفه بصراحه، لان اوروبا ما فيش اي جهاز قياس، لان العداد هو احدى اجهزه القياس العالميه. فمعانا شهادات الجوده والمصنفات اللي بتسمح بدخول اي جهاز لاوروبا. ودي حاجه بصراحه من اوائل المصريين اللي اشتغلوا في الموضوع ده الشركه بتاعتنا. ممكن نشرح للناس ماذا تعني الحلول الذكية لإدارة الطاقة؟ الحلول الذكيه معناها استخدام او استعمال العلم الحديث في الانتاج وفي التصنيع وفي المنتج نفسه، اللي هي بتقلل استعمال الورقيات او معظم الادوات. دلوقتي النهارده زي بالظبط عالم الاتصالات، العدادات الذكيه بالظبط بقت عامله زي الموبايلات، بتقدر تكلم بعضها وتتعامل
مع بعضها عن طريق سيستم كبير او حلول ذكيه كبيره. والحمد لله احنا عندنا حلول ذكيه متكامله. فخليني بقى اصلح لنفسي، احنا مش بصراحه مش مصنع لانتاج العدادات، احنا مصنع لانتاج حلول ذكيه متكامله زي ما بيقولوا كده from A to Z يعني. ازاي الفلسفه والاستراتيجيه اللي وضعتها المجموعه لانشاء هذا المصنع والنهوض بالصناعه المصريه للعدادات الذكيه؟ اهتمامات القياده بتاعتنا والتوب مانجمنت، المهندس احمد بيأكد قوي قوي على التعليم التعليم التعليم. هو بيقصد التعليم تدريب الفنيين وتدريب كل الكوادر، سواء كانوا فنيين مهندسين مديرين، التدريب المستمر. عشان هو بصراحة مهتم ان جميع المصانع تبقى شغالة بتكنولوجيا حديثة جديدة مواكبة للعلم الجديد. فالنهاردة هتلاقي كل الفنيين هنا عندهم حتى الفنيين معاهم شهادات، والمهندسين معاهم شهادات بتتطور كل عام في ازاي نستعمل العلم الحديث. اعزائي المشاهدين، تعالوا معانا بجولة من داخل مصنع إسكرا إيموكو، ابقوا معنا. مشاهدينا الاعزاء، واحنا معاكم دلوقتي من داخل ارض الواقع، من داخل مرحله تصنيع البوردات، وتعتبر هي اهم مرحله داخل العداد الذكي. ومعايا في هذا اللقاء المهندس عمر هيكلمنا عن مراحل وخطوات تصنيع البورده والحاقها بالعداد الذكي. برحب بحضرتك معايا. اهلا بحضرتك. مهندس عمر، لو اتكلمنا عن المكان اللي احنا واقفين فيه دلوقتي، وهو يعتبر اهم خطوه بالعداد الذكي، وهي تصنيع وتجميع البورده، يا ريت حضرتك تشرح لنا بالتفصيل. تصنيع وتجميع البوردة عندنا بيبتدي ان البوردة بتيجي عندنا فاضية، وبعد كده بيتم تجميع المكونات عليها. ورا حضرتك هنا في اكتر مكن متطور في تجميع البورد، بتصل سرعته لحوالي 170 ألف مكون في الساعة. بيتم في تركيب المكونات بأكثر دقة ومراجعتها لتوصل للجودة العالمية. طبعا عشان اصنع شيء مثل هذا انا محتاج عمالة ماهرة ومحتاج ايدي متدربة. ازاي بتقدروا تحققوا ده؟ التدريب عندنا هنا في الخط البورد بالذات ما ينفعش عامل يحط ايده على المكنة من غير لما يقعد 6 شهور تدريب ملحق بعامل متمرس زي رؤساء الوردية. العوائق اللي بتقابلكم في تجميع البورد وتصنيعها، وازاي بتقدروا انكم تتغلبوا عليها؟ العوائق اللي بتواجهنا هي العوائق العالمية، ان العميل عايز اكتر عدد من العدادات في وقت قصير جدا، فاحنا دايما بنحاول نطور في العملية الانتاجية عشان نقدر نلبي طلبات العميل. مشاهدينا، ولسه مكملين معاكم جولتنا من داخل منطقة تجميع البوردات، ومعايا في هذا اللقاء إحدى الفتيات اللي بتعمل على تجميع البوردات. هنتعرف عليها ونتعرف على الدور اللي بتقوم بيه في تجميع بوردات العداد الذكي. أتعرف عليكي؟ عواطف كامل. لو شرحت للمشاهد إيه اللي أنت بتعمليه؟ أنا هنا عداد اسمه 3 فيس 550. العداد دون بيبدأ تجميعه من مكونات كبيرة. هو أولا بيبقى جوه مع الاس ام تي، بيجي مكونات صغيرة في البوردة زي دي كده، واحنا بنبدأ نجمعها هنا تدريجا حسب الخريطة اللي قدامنا. بنمشي تدريجيا بالخريطة، يعني حسب كل مكون والمكان بتاعه تماما. وبعد كده بينزل هنا على السير، بيخش على حاجة اسمها سولدر. بعد كده بياخد رش فلكس ويخش الفرن. بعد يبدأ يتلحم المكونات اللي تحت دي، بتتلحم من تحت. وبعد ما بيتلحم بيروح على حاجة اسمها مراجعة، بيراجعوا عليه لو في مثلا مكثف ناقص ما اتلحمش كويس، بيديله زيادة أو حاجة زي كده. وبعد كده بيروح على التيست بقى ايه، يعمل الفينش الأخير بتاعه كده. خلاص انتهت العداد وكده. قبل طبعا ما تقعدي هنا في المكان ده، أكيد خضعتي لتدريبات عشان تساعدك في انك تفهمي العداد او البورده اللي انت بتشتغلي عليها. فتره التدريب بتاعتك كانت قد ايه؟
يعني اقل حاجه هي 3 شهور بس. انا عامه الواحد بياخدها مره في مره بيبدا يتعلم بسرعه، لان انا لما شفت الرسمه وبمشي عليها واحده بواحده وبتعلمها بسرعه، هي مش صعبه. لو اتكلمنا بقى عن منظومه الامان والسيفتي داخل هذه المرحله، يا ريت تكلمينا عنها. يعني عندنا هنا زي اسوره اسمها ريست، بنوصلها من هنا بتفرغ الشحنات اللي في جسمي كلها. وعندنا حاجه برضو اسمها جهاز بره بتفرغ الشحنه واحنا داخلين الصبح، وبعد البريك بنفرغ برضو. والكرسي هنا بيكون فيه واصله برضو بتفرغ الشحنات الارضيه. فكده يعتبر ان مفيش اي خامه دلوقتي هتديني ان هي يعني تضرني في اي حاجه. مشاهدينا الاعزاء، ولسه مكملين معاكم جولتنا من داخل هذا الصرح العملاق. احنا موجودين دلوقتي يعتبر في اهم مرحله، وهي مرحله تجميع العداد الذكي، سواء اذا كان عداد كهرباء او عداد مياه. معايا في هذا اللقاء احد العاملين والقائمين على تنفيذ العمل داخل هذه المرحله. هيعرفنا بنفسه واتعرف عليك في البدايه. أنا المهندس مايكل جميل، مدير إنتاج عدادات في إسكرا إيميكو. وإحنا هنا في مرحلة الفاينل أسمبلي، أهم مرحلة، لأن إحنا هنا بنعاير العداد وبعد كده بنتشيك عليه بنسبة 100% قبل ما يطلع للعميل، ونقوم عليه بكل الخطوات، وبنطبع عليه النيم بليت بيانات العميل، وبنحاول نتأكد من كل خطوة قبل ما المنتج يطلع للعميل. العداد طبعا يعني بيدخل في مراحل للتجربه. في حاله وجود اي مشكله او اي عطل في العداد، ازاي بتقدروا تتغلبوا عليه؟ اي مشكله بتقابلنا في العداد بنحاول نبتدي نرجعه لقسم الصيانه عندنا، يبتدي يتشيك عليه ويفحص فيه. لو في اي حاجه، اي كومبوننت SMT او THT، بيبتدي يصينه ويبتدي يرجعه تاني لينا كفاينل اسمبلي. وكده او كده احنا عندنا عباره عن خطوه تراسابيلتي، تتبع ان العداد ده بنقدر نشوف ايه المراحل اللي عدت عليه من خلال ان احنا قاعدين في مكاتبنا عن طريق السوفت وير، عن طريق التكنولوجيا اللي موجوده هنا عندنا في المصنع. فكل ده بنقدر نتابع العداد من مرحلته، وحتى لو العميل اشتكى منه بعد كده بنبتدي نرجع للهيستوري بتاعه، بنعرف كل حاجه عنه، اتصنع يوم ايه، مين العامل اللي كان شغال عليه. كل الداتا بتبقى موجوده عندنا عشان نتجنب اي مشكله او اي خطأ يطلع للعميل. ورجعنا لكم بعد ما شفنا التقرير ده من داخل أرض مصنع إسكرا إيميكو. حقيقة صورة مشرفة لأبناء مصر الأوفياء للدور اللي بيقوموا بيه في تنفيذ هذه الصناعة المصرية بأيادي مصرية 100%. وهنكمل حديثنا الشيق والممتع مع المهندس جمال ميلاد، مدير عام مصنع إسكرا إيميكو مصر. وبرحب بحضرتك مرة تانية يا فندم معانا. يا أهلا، شرف لينا. ماذا يضيف فوز شركتكم كمورد رسمي لأجهزة القياسات الكهربائية الذكية؟ توريد نظم الاتصالات لهولندا وألمانيا وغيرها، وهل من الدول حول العالم التي تصدرون إليها هذه المنظومة؟ احنا بنصدر لدول كتيرة قوي في أوروبا، يعني في اللي هي مقدونيا وماسيدونيا وأسبانيا والبرتغال وبولندا وحتت كتيرة قوي. خليني بقى أركز على سؤالك في حتة هولندا وألمانيا. هولندا ليها مواصفة خاصة وليها يعتبر أصعب دولتين هولندا وألمانيا في المواصفات القياسية بتاعتها. دي حقيقة، هم ليهم ستاندر قوي خاص. وبصراحة الحمد لله احنا كمصريين وكلهم مصريين نجحنا، كلنا نجحنا ان احنا نحصل على الشهادات العالمية اللي تتوافق مع ألمانيا ومع هولندا. وطبعا في ده معناه ان كان في مجموعة كبيرة من الشركات دي بتيجي هنا وتعمل اسسمنت لينا علميا. يعني هم عندهم مهم قوي قبل ما يتفرج على المصنع ويشوفه، هو بيقابل الناس، بيعمل العامل البشري معاهم، العامل البشري ثقافته ايه، هو فاهم اللي بنقول عليها الصناعة الرابعة او الاندستريال 4. فدي مهمة. الناس بتوعنا امتحنوا في ألمانيا وامتحنوا في هولندا، مصريين، والحمد لله نجحوا بكفاءة. وعلى فكرة ده كان في نوع من أنواع الانبهار منهم. هم لما جم عشان يشوفوا يمتحنوا المصنع المصري ده،
وهم ماشيين بيقولوا بصراحه احنا منبهرين وعايزين نقول ان انتم مستواكم فاق الدول بصراحه الاوروبيه دي شهاده في حد والافريقيه. ذاتها من دولتين الحمد لله. وهي طبعا احنا في تشجيع من الدوله القياده بصراحه السياسيه ووزاره الكهرباء، ومش عايز اقول اسامي، يعني في اسامي كتير قوي قوي. وعايز اقول سياسه الرئيس معانا بتساعدنا ان احنا نطور من نفسنا في عمليات التصنيع. لو اتكلمنا عن الاستراتيجيه والفلسفه القائم عليها داخل مصنع اسكرا ايميكو. الاستراتيجيه بتاعتنا واحد، تطوير العاملين، ده معناه تطوير المنتج، زيادة حجم التصنيع المحلي، زيادة حجم التصدير من التصنيع المحلي، لأن أنا بقول للعالم كله هي دي جودة مصر. هنا في اسكرا ايميكو كثير من العدادات تقومون بتصنيعها، عداد كهرباء، عداد مياه، واخيرا عداد شحن السيارات الكهربائيه. يا ريت حضرتك تحدثنا عن العائد الاقتصادي والجدوى من تنفيذ منظومه العدادات الذكيه داخل مصر. احنا ابتدينا بعدادات الكهرباء الذكيه واخدنا فيها كل الشهادات العالميه، وبعد كده حسب متطلبات السوق المصريه والافريقيه والاوروبيه عن عداد الميه، فابتدينا بعدادات المياه برضو الذكيه اللي موجوده في مصر واللي موجوده في افريقيا واللي متطلبات بتاعتها في افريقيا حتى في اوروبا. والحمد لله بقى بننتج دلوقتي حوالي 1,200,000 عداد ميه في السنه. ده بالنسبه للميه. بالنسبه للشواحن، احنا ابتدينا السنه اللي فاتت في تجهيز مصنع لعدادات الشواحن الكهربائيه، ودي فيها طبعا اللي شجعنا اللي هي تشجيع الرئيس لحته البيئه، استخدام الطاقه البديله والحفاظ على استخدام الطاقه البديله وتشجيعه للعربيات الكهرباء. فابتدينا، وكان في طبعا مساعده كبيره قوي بصراحه في تجهيز المصنع دوت. فبقينا بنقدر الحمد لله دلوقتي عندنا مصنع نقدر ننتج حوالي ابتدينا نقدر نعمل 5000 شاحن للعدادات للشواحن العربيات الملاكي وللاتوبيسات اللي هي الاتوبيسات اللي هي العامه. الغاز بقى ابتدينا فيه، وان شاء الله بعد 3 شهور هنبتدي انتاج عدادات الغاز في مصانعنا هنا، عشان يبقى عندنا بقى ايه الحلول كامله لكل الحاجات السمارت. وعايزين نقول بقى ايه الصناعه الاستدامه او السستينابيلتي بتاعتنا. القياده السياسيه دائما تدعم وتطالب بتوطين الصناعه المصريه. كيف ترى ذلك في اسكرا ايميكو؟ لو شفت التقدم وزياده الانتاج والعلم وبالذات في الحته بتاعه التعليم، يعني احنا عندنا المدرسه اللي هي بنقول عليها السويدي اكاديمي، هي طبعا اللي هي STA، دي مدرسه فنيه. المنهج بتاعها طبعا مراقب من التربيه والتعليم، بس كله عملي. يعني الطلبه بيشتغلوا تقريبا عندنا هنا في المصنع 3 أيام ويومين نظري في المدرسه. نقدر نقول ان دور المدرسه اهل العامل البشري اكتر، اهله علميا، وبقى بيطلع قوي جدا لانه بيحس المواد الخام بايديه، شايفها. بجانب التعليم النظري هو عمليا عارف الحاجه دي كويس ايه، ودي ساعدت في نهوض بصراحه، في نهوض وتقدم الصناعه بالذات عندنا هنا في المعمل. بخبره حضرتك وبتاريخ السويدي واسكرا ايميكو، امتى نقدر نقول ان مصر وصلت للعالميه في تصدير وتوطين صناعه العدادات الذكيه؟ بصراحه اخر 6-7 سنين الموضوع اختلف في التقدم وفي الرمب بتاع صعود كل الاتجاهات. وطبعا احنا بنتجه للتصدير اكتر عشان برضو ايه نواجه تحديات العمله وبعض الحاجات اللي اليومين دول موجوده. فعشان كده برضو احنا بنتجه باتجاه صارم جدا، ودي تعليمات صارمه وتارجت بيحطه رئيس الشركه المهندس احمد السويدي
في تحديد يعني ازاي نتغلب على التحديات ديت. اعزائي المشاهدين هنخرج لفاصل ونرجع لكم، استنونا. لأكثر من 65 عاما نجحت إسكرا إمكو في المزج بين الخبرة والابتكار لتلبية الاحتياجات المختلفة في مجال قياس وإدارة استهلاك الطاقة. منتجاتنا موجودة في أكثر من 100 دولة حول العالم، ونحن ثالث أكبر مصنع لعدادات الكهرباء في أوروبا وبين أكبر المصنعين في العالم. ويعتمد نجاحنا في اهتمامنا بتلبية احتياجات العملاء مع البحث عن فرص لتطوير منتجاتنا وخدماتنا. تأسست شركتنا في عام 1945 في كاراني سلوفينيا في قلب أوروبا، حيث جبال الألب والبحر الأبيض المتوسط التي تقابلها سهول بانونيا. سلوفينيا اليوم هي من البلدان المتقدمة وعضو في الاتحاد الأوروبي، والتي تتمتع بالرخاء والاستقرار ومستوى معيشة يتجاوز متوسط مستوى المعيشة الأوروبي بسبب قوى عاملة متعلمة ومدربة تدريبا جيدا لزيادة الإنتاج، وأيضا مؤسساتها القوية الفعالة سياسيا واقتصاديا. ونحن فخورون للغاية أن العلامة التجارية إسكرا إميكو هي العلامة السلوفينية الأكثر انتشارا في جميع أنحاء العالم. ورجعنا لكم بعد الفاصل ومكملين حديثنا الشيق والممتع مع المهندس جمال ميلاد، مدير عام مصنع إسكرا إيميكو مصر، وبرحب بحضرتك معايا يا فندم. يا اهلا وسهلا بيكم. مهندس جمال، لو في كلمة حضرتك بتوجهها للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء لدعمه أيضا لهذه الصناعة المصرية. طب قبل ما اقول بقى اتكلم عن الدكتور شاكر كوزير. الدكتور شاكر اولا هو استاذي في جامعة القاهرة، وهو استاذ قوي جدا ولامع من ايام ما كان استاذنا في الجامعه، وكان صغير جدا، اصغر دكتور في الجامعه. هو قوي جدا وكان بيعجبنا من ايام ما احنا كنا طلبه. هو كان بيحب الطلبه جدا، وهو عشان كان قوي جدا في علمه فكان محبوب قوي. وبعد كده زي ما انت شايف هو لما مسك الوزاره بصراحه يعني هو قوي جدا في الكهرباء، وبعدين بيفكر كويس قوي ازاي يطور الطاقه المتجدده، وازاي يساعد الناس المصنعين في تطوير الطاقه المتجدده. فبصراحه عايز اقول لحضرتك هو شرف ليا ان انا كنت احد تلامذته، وشرف ليا ان هو وزير الكهرباء والطاقه المتجدده دلوقتي بسبب علمه وطريقته في التطوير ومساعدة التصنيع في مصر. فبصراحة عايز أقول أنا بفتخر بهذا الشرف في مصر. مهندس جمال، لو في كلمة أخيرة بتوجهها لرئيس مجلس إدارة المجموعة المهندس أحمد السويدي على الدور طبعا اللي بيقوم بيه في النهوض بالصناعة المصرية. المهندس أحمد هو بيدخل بنفسه في كل تطوير، وبيحط تارجت بيتحدى بيه حتى طريقة التفكير، وبيدينا العوامل المساعدة اللي تقدر تخلينا نوصل للتارجت ده. فهو بصراحة مش عشان هو المهندس أحمد اللي هو رئيس مجلس الإدارة، أنا عايز أقول إن هو رجل الميشن امبوسيبلز اللي هي بصراحة في الآخر بيقدر يحقق كل الكلام ده. هتلاقي كل الناس اللي شغالين في المجموعة مرتبطين بيه كبزنس ومرتبطين بيه شخصيا. فأنا برضو بقول كان ليا الشرف إن أنا أطور من نفسي كتير في ال15 سنة اللي فاتت من يوم ما اشتغلت معاه. وهو ما بيسيبش حد مش بيكونتاكت بيه، لا هو بيكونتاكت على طول، دائما على تواصل وتطوير. طبعا مما لا شك فيه أن وراء كل مؤسسة ناجحة جنود أخفياء. لو اتكلمنا عن الجنود داخل إسكرا إيميكو وهم العمالة المصرية، لو حضرتك بتوجه لهم كلمة لتحفيزهم على الدور اللي بيقوموا بيه. العمالة المصرية عندي هنا بصراحة هي شرف، وهي الأساس بتاع الصناعة هنا، وهم اللي بيطوروا في كل حاجة، وكل عايز أقول أي نتيجة هي جاية منهم.
يعني احنا بس بنقف عشان نساعد، عشان نديهم الادوات، لكن هم اساس كل التطوير وهم سبب كل نجاح احنا فيه. العماله المصريه من اقوى العمالات. عايز اقول لحضرتك ان في بعض الدول الاوروبيه طلبت مننا ان هم يعني يستعينوا باحدى او بعض العماله من عندنا هنا في المصنع للتطوير. ميزه العامل المصري عندنا محتاج توفر له بيئه مناسبه عشان يبدع في مجاله. تمام، دي حقيقه. العامل المصري عنده قوه ذهنيه وبدنيه قويه جدا. اعمل له المناخ المناسب هيديك اكتر ما انت متوقع، بدليل ان بلاش احنا نتكلم جماعه الاجانب اللي بيجوا هنا سواء كانوا المان او هولندا او اي دوله بيبقى عندهم انبهار بالناس دي. باقة ورد يهديها المهندس جمال ميلاد، فإلى من يهديها؟ مهندس احمد سويدي. مهندس جمال ميلاد، مدير عام مصنع اسكرا ايميكو مصر، انا بشكر حضرتك على الحديث الشيق والممتع ده. انا اللي اتشرفت بيكم، وتاني بشكر الاستاذ محمد والفضائيه المصريه، وعايز اقول لكم يعني احنا احدى الانجازات القياده اللي بتساعدنا في حاجات كتير، وتاني احنا مصريين وبنحب مصر. وفي نهايه حديثنا بنشكر ضيفنا وضيفكم الذي امتعنا بحديثه الشيق، وانتظرونا في الحلقه القادمه من برنامجنا وبرنامجكم بنحب مصر. شكرا لكم والى اللقاء.